تخيلوا معايا كده ان في بنت اسمها مروه كانت دايما متعوده ان هي تاكل اكل صحي وماشيه على روتين معين، وخلاص نزيت في دماغها الحلويات والشوكولاتس والبيتزا وكل الكلام ده. وفجاه في يوم بالليل حصل لها حاجه فظيعه جدا، بقى يلح عليها دماغها كل شويه: انا عايز بيتزا وسويتس، عايز بيتزا وسويتس كتير 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 كتير، وكأنها عندها نقص سكر وهي محتاجة سكريات وحلويات بكميات كبيرة جدا دلوقتي، وكأن في حد جواها قاعد بيجبرها ان هي تاكل ده وان هو اللي عايزه. مروة قاومت، بس الإحساس زاد عندها جدا، والإلحاح اللي كان جواها بدأ يزيد لدرجة ان هي بدأت تدخل في توتر عصبي غير مودها 180 درجة، وما بقتش قادرة تركز غير في الأكل غير الصحي. السؤال هنا: مروه ضعيفه؟ طب الحديث بيقول لها: لا يا مروه، انت مش ضعيفه، مش انت اللي كنتي عايزه تاكلي، دي الكائنات اللي عايشه جوه امعائك هي اللي طالبه الاكل ده، ولما ما اديتيهاش اللي هي عايزاه قلبت عليكي مزاجك وضغطك، وكل ده كان على اعصابك علشان تجبرك تنفذي اوامرها. اهلا بيكم في حلقه جديده. الحلقه دي بعنوان العقل الثاني. هنتكلم النهارده على سر طبي مذهل بيثبت اننا جوه جسمنا احنا مش لوحدنا، في مستعمره كامله جوه جسمنا هي اللي ممكن تكون بتحدد انت سعيده ولا كئيبه، متوتره ولا هاديه، وحتى انت عايزه تاكلي ايه. في كتاب طبي شهير جدا اسمه The Microbiome Solution للدكتورة روبن، وهي طبيبة جهاز هضمي في مستشفى جامعة جورج تاون. الدكتورة روبن بتقول ان الامعاء مش مجرد انبوبة هضم، هي جهاز عصبي معقد جدا لدرجة ان احنا بنسميه الجهاز العصبي المعوي. ايه الصدمة هنا؟ الصدمة ان امعائك فيها اكتر من 100 مليون خلية عصبية، ده اكتر من اللي موجود في الحبل الشوكي بتاعك كله. والاخطر بقى هو الميكروبايوم، وهي تريليون من البكتيريا النافعه او الضاره اللي بالمناسبه هي عايشه جوه بطنك. العلماء اكتشفوا انه في طريق سريع واصل مباشره من الامعاء للمخ، وهو الفيجاس نيرف او العصب الحائر. البكتيريا دي بتوصل عن طريق او بتستخدم العصب ده عشان توصل مباشره للمخ. تخيلي ان 90% من هرمون السعاده اللي اسمه السيروتونين بيتصنع من الامعاء مش من المخ، و50% من الدوبامين اللي هو هرمون المكافاه والتحفيز برضه بيطلع من الامعاء. يعني البكتيريا في امعائك لما تكون مش متظبطه انتاج السيروتونين بيقل، فجاه تحس باكتئاب وضيق غير واضح، وتدخل في حاله مود سوينجز او تقلبات مزاجيه مرعبه. في دراسه مذهله انتشرت في مجله نيتشر، وهي من اقوى المجلات العلميه في العالم كله، وضحت ان نوع البكتيريا اللي بيسيطر على امعائك هو اللي بيتحكم في شهيتك. لو بتاكل سويتس وسكريات كتير انت بتكبر البكتيريا اللي بتتغذى على السكريات. وخد بالك ان البكتيريا دي ذكيه جدا، البكتيريا دي بتبعت اشارات لمخك علشان تخليك تاكل سكريات اكتر علشان هي تعيش. انتوا متخيلين ان الكائنات دي بتبرمج مخكم علشان تفضل لمصلحتها هي، او علشان تعيش، او عشان هي تكمل لمصلحتها هي؟ هنا بنفتكر الشيخ الحويني رحمه الله، ابو اسحاق الحويني. كل ما بجيب سيرة شيخ أبو إسحاق بحس الواحد قلبه بيوجعه، ربنا يرحمه رحمه واسعة يا رب ويجعل لنا في ميزان حسناته. كان بيقول انه في جزء يعني صححه الترمذي، بيقول انه المرء بيجعل معدته على 3 أسلال: ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. هنا الكلام ده مش بس عن السمنه، ده عن السيطره. لما بتملوا بطنكم عمال على بطال فانتوا بتعملوا اختلال في الميكروبايوم، فالوعاء ده بيتحول لمصدر الرساله السلبيه في المخ، فبيتحول لخمول وبيسبب تشتت وضعف في الاراده. فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا ان اللقيمات البسيطه هي اللي بتخلي الصلب اللي هو الجسد والعمود الفقري والتركيز قايم ومظبوط، لانها بتحافظ على توازن الكائنات الدقيقه. هنا بنفتكر اللي ربنا سبحانه وتعالى ركز في القرآن على أكل الطيبات، وكمان بنفتكر قول الله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. الإمام ابن كثير في تفسيره قال حاجة طبية رهيبة. السلف قالوا إنه القرآن جمع
نص الطب بآية واحدة: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. ابن كثير بيوضح ان الاسراف في الاكل بيفسد الجسد والروح، ودلوقتي العلم بيثبت لنا ان الاسراف ده بيدمر البكتيريا النافعه، بيخلي البكتيريا الضاره تفرز سموم اسمها اندوتوكسينز. السموم دي بتتسرب للدم وبتفرز في المخ وبتسبب حاجه اسمها الضباب العقلي. تلاقي نفسك مش عارف تفكر ومشوش ودايما خايف وقلقان. صلاح البطن هو حرفيا صلاح العقل، عشان كده الصالحين كانوا دايما بيقولوا: من قل طعامه قلت ذنوبه وصفى ذهنه. العلم دلوقتي بيقول ان صفى الذهن ده ناتج على ان الامعاء بتبطل تبعت رسائل توتر استغاثة للمخ. عشان نستعيد السيطرة بقى على عقلنا التاني ونحسن مزاجنا وقراراتنا محتاجين 3 خطوات: غذي جيشك النافع او البكتيريا النافعه بحب الالياف والخضروات، الزبادي، الحاجات المفيده ليها. يعني انت لما بتعمل كده بتقوي الفريق اللي بيبعت رسائل سيروتونين للمخ. السيروتونين ده اللي احنا قلنا رسائل السعاده او هرمون السعاده للمخ. جوع العدو، البكتيريا الضاره اللي بتسبب التوتر والقلق وبتتغذى على السكريات. لما تعمل ده انت حرفيا بتخرس الصوت اللي موجود جواك وبتكون انت السيد في قراراتك او انت المسيطر لقرارك. تالت حاجة الصيام. الصيام بيدي فرصة للأمعاء إن هي تعمل تنظيف ذاتي وبيقلل الالتهابات في الجسم، وده بيعكس فورا على هدوء أعصابك وقوة تركيزك. انتبهوا، معدتكم مش بس بتهضم الأكل، دي كمان بتهضم المشاعر. حافظوا على الأكل الطيب أو الطيبات من الأكل. طيبات الأكل بيديكوا طيبات الفكر. اتمنى تكون الحلقه دي كانت رحله ممتعه كده، اتكلمنا فيها على اعماق جسمنا واكتشفتوا فيها حاجه جديده ان شاء الله. وقولوا لي هل فعلا انتوا عندكم تقلبات مزاجيه بسبب موضوع الاكل ده ولا لا، وحاولتوا كام مره تروحوا للاكل الصحي ولا لا. وبس هقرا كل الكومنتس بتاعتكم، وشكرا جدا يا جماعه ان شفتوا الحلقه للاخر، والسلام عليكم.